النهارده بنتكلم عن الناس اللي دايما بتتأخر في مواعيدها في كل حاجة. يعني انت مثلا معدي على واحد صاحبك، انت متفق معاه الساعة 7 الصاحب هيكون لك تحت البيت، فما تأخرش عليه عشان ما جابش في الشارع حتى ابوك يا اخي. يبص عليك الساعة 9 من البلكونة من فوق يقول لك انا نازل لك. طب يا عم انا واقف من الساعة 7 يا راجل، رجليا نملت من الوقفة. قاعد تعمل ايه انت فوق؟ ما انت جاي لك الساعة 7 انا مستنيك. لا ازاي؟ وينزل عامل علامة تعجب على وشه ان هو مستغرب. زعلان ليه انت يا عم؟ انت زعلان ليه وانا اخرت عليك يا عم؟ مالك يا عم؟ انت مستعجل ليه يا عم؟ يا راجل انت ساعتين بس اللي اخروا عليك الراجل، المفروض ما تزعلش. ويجي هو نفس البني ادم اقول طب خلاص انا مش هعدي عليه واروح استناه في المكان الفلاني بدل ما اجي تحت البيت. طب يا صاحبي الساعة 7 هستناك في المكان الفلاني، ما تاخرش عليا حتى ابوك يا اخي، عشان انا زهقت من وقفة البيت، هروح استناك في الحتة الفلانية. يقول لك حاضر. تروح تقف في الحته الفلانيه دي وترن عليه تقول لي فين يا ابني؟ يعني انت ما جيتش؟ يقول لك واه ما انا جايه في الطريق، جايه في الطريق يا اخي، مالك مستعجل ليه؟ انت بترتاح نفسيا وعصبيا. طبعا هو لغايه دلوقتي لسه ما جاش وعدت الساعه 9 واحنا ميعادنا برضه 7. ترن عليه تاني يقول لك ايه؟ انا داخل عليك. كلمه انا داخل عليك ديت الشعب المصري تما بيقولها اول ما انت تحس ان انت اخرت على حد ورايح لسه ما دخلتش اصلا عليه ولا طلعت من البيت تقول له انا داخل عليه. الراجل ده حتى في شغله. طب يا عم انا وانت يا عم نقدر نصفى مع بعضينا وانا ما بزعلش، مفيش مشاكل، انا واخد عليك. طب يا راجل ده دلوقتي عملوا نظام بصمه في المصالح الحكوميه ان انت تبصم عشان تحضر الشغل بتاعك. هو الوحيد يا راجل ان البصمه عارفاه ان هو بيأخر يا راجل. يعني حتى البصمه عرفتك يا اخي، الناس بتروح في مواعيدها، كان بيروح 7 ونص بيروح 8 بيروح في ميعاده، هو ممكن يروح الساعة 9. هو خلاص عنده جينات جوه جسمه خدت على كده يا اخويا، خدت ان هو عمره ما يروح في ميعاده في اي حاجه خالص، ودايما يجي في اخر الشهر ويشتكي ويقول لك انا المرتب بتاعي ناقص. طب ما انت يا اخويا بتاخر عن الشغل بتاعك وما تروحش تبصم مع الناس كلها يا اخويا تروح تبصم، وانت فين وفين البصمه تكون نامت البصمه بتروح تصحيها انت يا اخويا تروح تبصم انت. المشكله ان الناس ديت ما تعرفش تمسك عليهم حاجه. يعني تقول له انا هجي لك الساعه كام؟ يقول لك على العصر كده، ولا يقول لك خليها على المغرب. طب انا يا اخويا انا داخل الجامعه اصلي معاك، انت قول لي ساعه يا اخويا معينه طب اجي لك فيها. لا يسيبك عايم، يا العصر يا مغرب يا عشاء. طب قول لي ساعه، طب اقول لك يعني على 5 ونص 6 ونص كده. طب يا اخويا الناس تقول 5 5 و5، انت ضارب لي فوق وطالع لي تحت، ازاي 5 ونص 6 ونص؟ يعني هو ده ميعاد يا اخوانا؟ طبعا الناس اللي قاعده تسمعني دلوقتي اصحابها كتير بيعملوا فيها الحاجات ديت، ما نشان له يا حبيبي عشان يعرف بس ان انت فاهمه وبلاش يعمل الحركات دي، ويا ريت الناس تطلع من الديب فريزر اللي هي فيه عشان نعرف نتعايش معاهم.